تصريحات صارمة من مجلس إدارة الأهلي وخصم من مستحقات اللعيبة بعد الهزيمة من إنبي في كأس عاصمة مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاز إنبي على الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر. سجل هدف إنبي أحمد زكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وقاد الأهلي في مباراة الليلة سامي قمصان بسبب تواجد مارسيل كولر في بلاده لقضاء أجازة تستمر هناك عدة أيام. وأدار المباراة مصطفى الشهدي، وعاونه كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي ومحمود رشدي حكما رابعا وطارق مجدي للفيديو، ومعاه يوسف البساطي. الشوط الأول بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين، وإن كانت الغلبة للنادي الأهلي التي ضغط بقوة بحثا عن الهدف الأول لكن دون جدوى بفضل الترابط الدفاعي للفريق البترولي. واصل الأهلي سيطرته على اللقاء وضغطه عن طريق قفشة وعمر كمال وعمر الساعي، لكن دفاع إنبي تعامل بشكل جيد مع هجمات المارد الأحمر ليستمر التعادل السلبي بعد دقيقة 30. نشط أداء إنبي بشكل تدريجي وسدد لاعبه أكثر من كرة على مرمى حمزة علاء حارس الأهلي إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع بداية الشوط الثاني بهجوم واضح من إنبي الذي استغل تراجع الأهلي وهدد مرمى حمزة علاء أكثر من مرة عن طريق أحمد كلوشة الذي كاد يسجل أكثر من مرة، وأنقذ أكرم توفيق كرة من على خط مرماه، كما أنقذ حمزة علاء فرصة خطرة من رأسية أحمد أمين أوفا. وشارك علي معلول بعد غياب طويل وتحديدا بعد 306 أيام، حيث كان آخر ظهور له يوم 18 مايو الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، ونزل معلول بدلا من يحيى عطية الله في الدقيقة 64. كما شارك في نفس الدقيقة كريم نيدفيد بدلا من أحمد رضا. نشط أداء الفريقين وضغط الأهلي، ومرر معلول كرة جيدة إلى سمير محمد ومراره الأخير، لكن دفاع إنبي أنقذ الموقف في الوقت المناسب، وشارك محمد زعلوك بدلا من سمير محمد في الدقيقة 75. وحاول الفريقان التسجيل، وشارك الصاعد حسام عادل بدلا من قفشة في الدقيقة 82، وحاول الفريقان التسجيل لكن الغلبة كانت لفريق إنبي الذي لعب بحماس ونشاط في الدقيقة الأخيرة، ونجح في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع عن طريق أحمد زكي الذي استغل كرة أعادها حمزة علاء ليعودها أحمد زكي في الشباك الحمراء. بعد الهدف حاول الأهلي إدراك التعادل لكنه فشل لينتهي اللقاء بفوز إنبي بهدف نظيف. وإليكم ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر: بتروجيت، الجونة، الزمالك، سموحة، مودرن سبورت. ترتيب المجموعة الثانية: غزل المحلة، المصري، زد، سيراميكا كليوباترا. ترتيب المجموعة الثالثة: إنبي، طلائع الجيش، فاركو، الأهلي. ترتيب المجموعة الرابعة: بيراميدز، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي والاشتراك في القناة واللايك الجميل.